اتمنى تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. فيلمنا بيبدأ مع سامانثا فوترمان وهي بتعمل فيديو بتحكي قصتها وبتقول لنا انها اتولدت في مدينة بوسان في كوريا سنة 1987 وانها سافرت على امريكا وهي صغيرة. ازاي؟ ما تعرفش، بس اللي تعرفه سام هو انها كبرت واتربت وسط عيلة امريكية تبنتها. العيلة دي هي عيلة جود ومراته جاكي فوترمان اللي بعد ما خلفوا مات واندرو قرروا انهم يتبنوا طفلة، وبيحكوا انهم راحوا على مطار كينيدي ولقوا سامانثا وسط اطفال كتير واختاروها هي عشان تكون اخت لمات واندرو. سام ما تعرفش مين باباها ولا حتى مين مامتها، لكن هي عرفت جاكي وجود واخواتها مات واندرو. سام بتعرفنا انها بتحب التمثيل والفنون الاستعراضية جدا ودخلت مجال الاستعراض من وهي طفلة، وبعد التخرج من المدرسة سافرت على لوس أنجلوس عشان تدخل مجال التمثيل. سام بتقول لنا ان في يوم العرض الاول بتاع فيلمها الجديد لقت طلب على فيسبوك من واحدة اسمها أنس، بس سام استغربت لما شافت الصورة الشخصية بتاعت أنس. يا ترى ليه؟ لأنها حاطة صورة سام. سام دخلت على البروفايل لقت تاريخ الميلاد هو تاريخ ميلادها، بس المعلومات الشخصية زي التعليم والإقامة مختلفين. المهم سام قبلت طلب الصداقة عشان عاوزة تعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. بعدها لقت رسالة من أنس بتقول لها فيها انها فرنسية وعايشة في لندن، وبتعرفها ان في واحد صاحبها شاف فيديو لسام على اليوتيوب وقال لها ان في شبه كبير قوي بينكم، والنهارده هو شاف اعلان الفيلم الجديد بتاع سام وحكى لأنس انه شافها تاني. أنس بتكمل كلامها وبتقول لسام انها اهتمت بالموضوع، فضلت تجمع معلومات عنها لحد ما عرفت ان تاريخ ميلادهم واحد، وبتقول لها كمان انها عرفت ان في حد اتبناها زيها، يعني هما الاتنين ايتام زي بعض وتربوا مع حد تاني غير اهلهم، ده غير ان مكان الولادة بتاعتهم في نفس المدينة في كوريا. سام ما بتردش على رسالة أنس لأنها مستغربة قوي، وبتروح لصاحبها كانو وبتحكي له على اللي حصل. كانو بيكون مستغرب من اللي سام بتقوله، لكن لما سام بتوريله صورة أنس بيتفاجئ قوي، ولما بيعرفوا معلومات تانية عن أنس زي الطول ومقاس رجلها وصورتها وهي صغيرة الموضوع غريب، بيقتنعوا ان أنس ممكن تكون أخت سام التوأم. سام بتقرر انها تتكلم مع أنس وبتكون مبسوطة وهي بتتكلم معاها وبتعرفها انهم ممكن يكونوا اخوات فعلا. أنس تطلب من سام انهم يتكلموا فيديو على سكايب، وفي يوم مكالمة الفيديو هما الاتنين بيكونوا متفاجئين قوي، وكل واحدة فيهم بتكون متخيلة انها باصة في المراية لان هما الاتنين صورة طبق الاصل من بعض. أنس بتحكي لسام ان اصحابها لما شافوا الفيديو بتاعها على اليوتيوب افتكروا ان أنس هي اللي عملته، ما كانوش مصدقينها وهي بتقول لهم ان مش هي اللي في الفيديو، لكن أنس بعد ما قدرت تقنع اصحابها ان مش هي اللي عملت الفيديو كانوا بيفكروا معاها في طريقة عشان يوصلوا بيها لسام، لغاية لما زميلها بعت الرسالة لسام على تويتر. بيفضلوا هما الاتنين يتكلموا مع بعض، كل واحدة منهم بتحكي للتانية عن الأسرة اللي ربتها، تحكي عن رد فعلهم لما عرفوا بحكايتهم وانه ممكن يكون ليهم توأم. سام وأنس بيفضلوا يتكلموا طول اليوم وبيكونوا مبسوطين وفرحانين قوي وبينسوا نفسهم خالص، لدرجة ان مفيش واحدة فيهم عاوزة تقوم من على الكرسي او حتى تروح تاكل او تدخل الحمام، وبيكون نفسهم يقابلوا بعض بأي طريقة. تاني يوم سام بتكون فرحانة قوي ونفسها تقابل اختها أنس في اقرب وقت، اما أنس فبتقول لها ان ما جالهاش نوم من امبارح لانها فضلت طول الليل تفكر فيها وعندها اسئلة كتيرة قوي عاوزة تعرف اجابتها منها. بعدها سام وأنس واصحابهم بيتكلموا فيديو عشان يتعرفوا على بعض، واصحابهم بيتفاجئوا قوي بالشبه الكبير اللي بينهم. أنس تطلب من سام انها تحضر معاها حفل الازياء في الجامعة بتاعتها. سام بتعجبها الفكرة قوي وبترتب مواعيدها عشان تسافر لاختها. مش بس كده، دي بتعرفها ان اسرتها هتيجي معاها كمان. سام بتقول لأنس انها سألت وكالة التبني عن معلومات خاصة بيها، وبتقول لها ان المعلومات كلها بتثبت ان في حاجات مشتركة ما بينهم زي تاريخ الميلاد والمدينة اللي اتولدوا فيها، لكن رفضوا انهم يعترفوا ان ليها اخت توأم لان المعلومات دي مش كفاية. عشان كده سام بتطلب من أنس انهم يطلبوا معلومات اكتر من الجهات الحكومية في بلادهم. أنس بتوافق على الموضوع ده، خصوصا انها ما وصلتش المعلومات كفاية من وكالة التبني اللي عندها. لكن بعد كام يوم سام بتقول لأنس ان في دكتورة اسمها نانسي رئيسة مركز دراسات التوائم في جامعة كاليفورنيا كلمتها وطلبت منها تعمل لهم اختبار الحمض النووي بتاعهم. أنس تعجبها الفكرة دي قوي وبتوافق على طول، وبتروح سام للدكتورة نانسي اللي بتكون فرحانة باللي حصل بينها وبين اختها، وبتعرفها ان في توائم كتير زيهم لكن ما يعرفوش بعض. دكتورة نانسي بتشرح لسام انهم لازم يكونوا مستعدين لاختبار الحمض النووي، وان نتيجة الاختبار
الاختبار هتأثر على حياتهم للأبد، لأنهم لو طلعوا فعلا اخوات ده هيكون فيه تغير جامد في حياتها وحياة كمان أختها، ولو طلعوا مش اخوات لازم يقرروا ازاي هيتعاملوا مع بعض في الأيام اللي جاية. سام وآنس بيعملوا اختبار الحمض النووي مع بعض، هم بيتكلموا سوا على النت وبيبعتوه للمختبر، بس سام بتحكي إنها في اليوم ده حلمت بحلم غريب قوي، وإنها سافرت لندن عشان تقابل اختها انس، بس لما اتقابلوا لقت انس مسلمتش عليها وطلبت منها يتمشوا في الشارع، وانس شكلها بقى يتغير شويه بشويه لحد ما بتكون مش شبهها خالص. سام بتصحى من النوم وهي زعلانه ومتضايقه عشان هي خايفه ان الحلم ده يتحقق، واللي خايفه منه سام بيحصل لان بيجيلها تليفون من وكاله التبني اللي في كوريا، وبتعرف انهم قدروا يوصلوا لمامتهم، بس مامتهم انكرت اي علاقه بيهم. مش بس كده، دي قالت لهم انها ما خلفتش اطفال خالص، وبيعرفوها انهم راحوا للعياده اللي مامتها ولدتهم فيها، لكن لقوها قفلت والدكتور بتاعها مات من فتره طويله. سام بتتوتر قوي وبتتضايق من المكالمه دي لدرجه انها بتعيط جامد. بالليل سام بتحكي لانس على اللي حصل، انس بتزعل لكن بتعذر مامتها عشان اكيد عندها اسبابها اللي تمنعها من الاعتراف بيهم، خصوصا انهم ما يعرفوش ايه اللي حصل لها في حياتها. بعدها سام بتجهز شنطتها عشان تسافر لاختها انس، وهي في المطار بتحكي انها مش مصدقه نفسها، ولما وصلت لندن بدات تحس بتوتر جامد لغايه لما قابلت جيمس صاحبها اللي حجز لها بيت جميل قوي. وبعدها بيوصل لوكاس وماري اصحاب انس وبيسلموا على سام وهم مذهولين من اللي شايفينه لكن فرحانين قوي بيها، وهي كمان فرحانه قوي عشان شافتهم. بعد شويه بيوصل انس وكل الموجودين بيكونوا فرحانين قوي، بس مش اكتر من فرحه سام اللي بتكون في قمه السعاده لدرجه انها ما بتبطلش ضحك. انس هي كمان بتكون فرحانه قوي باختها. بعدها كلهم بيخرجوا سوا وبيتمشوا مع بعض وبيقضوا وقت حلو جدا، وفي اخر اليوم سام وانس بيكونوا تعبانين قوي وبيناموا جنب بعض على السرير، ومحدش بيقدر يفرق بينهم خالص لدرجه ان اصحابهم بيتلخبطوا فيهم. تاني يوم سام وانس بيكلموا دكتوره نانسي وبيعرفوا منها ان نتيجه اختبار الحمض النووي بتقول انهم اخوات وتوأم متطابق كمان. طبعا سام وانس بيطيروا من الفرحه، بيكونوا في قمه السعاده، واصحابهم كمان بيكونوا فرحانين قوي بالخبر ده. سام وانس بيتصلوا باسرتهم وبيعرفوهم باللي حصل. انس بتاخد سام وبيروحوا على الاتيليه وبتعرفها على زمايلها اللي بيتفاجئوا لما بيشوفوا سام، اللي بتكون مبسوطه قوي عشان انس اختها شاطره قوي في تصميم الازياء وبتشاركها في تجهيز بروفات الملابس بتاعه الحفله. انس بتحكي ان سام كانت اضافه ليها لانها ساعدتها في اختيار موديلات الملابس والاحذيه، وبتتعرض الموديلات في الحفله، وسام وانس بيكونوا فرحانين قوي بنجاحهم. تاني يوم اسره سام بتوصل لندن وبيقابلوا انس وبيكونوا فرحانين قوي. بعدها بيخرجوا سوا وبيتعشوا كلهم مع بعض وبيكونوا مبسوطين قوي. بعد كده سام بترجع على امريكا وبتحكي انها مفتقده انس قوي ونفسها تخليها تيجي تعيش معاها في امريكا. انس بتقول ان كانها تعرف سام من زمان وانها اتعودت على وجودها معاها. بعد فتره انس بتروح لسام في امريكا. سام بتكون فرحانه قوي وهي رايحه تستقبلها في المطار وبتاخدها في حضنها اول ما بتشوفها. سام وانس بيروحوا على مركز دراسات التوائم عشان يشوفوا وجه التشابه واوجه الاختلاف ما بينهم زي الطول ودرجه الاستيعاب والتخطيط والسيطره على النفس، وبيتصلوا بوكاله التبني وبيعرفوا ان مامتهم رفضت للمره التانية انها تعترف بيهم وانها حكت لهم قصه غير اللي حكتها لوكاله التبني في كوريا. وسام بتستقبل الموضوع عادي ومش زعلانه من اللي هي بتسمعه. بعدها سام بتقول لانس ان في واحد صاحبها عرض عليها تحضر مؤتمر للتبني في كوريا، وبتاخد رايها انهم يروحوا سوا يحضروا المؤتمر ده. أنس بتوافق بس عشان سام نفسها تحضر المؤتمر. سام وأنس بيقابلوا مامة سام بالتبني المؤقت اللي ربتها لمدة 3 سنين قبل ما تروح أمريكا، وبتكون مبسوطة بيها قوي وبتشكرها جامد على كل اللي هي عملته معاها. بعدها بيقابلوا مامة أنس بالتبني المؤقت اللي ربتها لمدة 4 سنين قبل ما تسافر فرنسا وبعدين تروح إنجلترا، وبتكون فرحانة بيهم قوي وبتتلخبط كمان ما بينهم، وأنس بتشكرها قوي. بعدها سام وأنس بيحضروا المؤتمر وبيكون في ترحيب بكل الموجودين في بلدهم الأم. سام بتكون مبسوطة لأنها فرحانة إن بلدها الأم فاكراها وإنها فخورة بانتمائها للبلد دي عشان هي عرفت أصولها وتاريخ أجدادها. بعدها أنس بتسافر على فرنسا وسام بترجع على أمريكا. سام بتحكي إن حياتها بقت جميلة قوي وإنها منتظرة اللحظة اللي هتعيش فيها مع أختها في بلد واحدة، لكن هما دلوقتي بيزوروا بعض باستمرار وبيكتبوا رسالة لمامتهم وبيشكروها علشان وهبتهم الحياة وإنهم مش زعلانين منها خالص ومنتظرين إنهم يقابلوها في أي وقت. وبكده إحنا وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون فيديو المرة دي عجبكم. سلام عليكم.